السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة روجين داكوك. نتمنى تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. اليوم جيت نشارك معكم وصفة تاع ليه حاجة سريعة اقتصادية خفيفة مقرمشة، راح تجي صح كروستيونت وتجي بنينة يعني هايله بزاف. نتمنى تجربوا هذه الوصفة، من اسرع الوصفات اللي تجي اللي راح نقليوها. فوالا، نشوفوا طريقة التحضير اللي هي سهلة بزاف. نبداو بسم الله. اثنين كيلات تاع الفارينه مع كيله تاع السميد. هاد العجينه تقطع بزاف، من الافضل انه ما تكثروش الكيله. فوالا، راح نضيف معاهم فانيليا، ونضيفوا معاهم قرصه تاع الملح، ونضيفوا معاهم ملعقه تاع عسيله ولا سيرو، ولا تقدري تستغناي عليها. ونخلطوا كامل هذوك المكونات الجافه. هنا نزيدوا كذلك القرفه، نزيدوا شويه تاع القرفه، ونخلطوا كامل هذوك المكونات الجافه. نفس الكيله اللي استعملتها راح نجيبها 2 كيلات تاع الماء، راح نغليهم مع نصف كوب تاع الزيت ولا 4 كوب تاع الزيت، يعني ربع الكيله. فوالا، حبيت نقول 4 كيلة تاع زيت في 2 كيلات تاع الماء. نغليهم باش نجي نطم العجين ولا الخليط هذا اللي درناه. فوالا، نطمو كامل بالماء الدافي ولا السخون. سخون، لازم يكون سخون احسن. نطمو بالماء السخون وحتى وين تشرب لنا العجينه كامل هذاك السائل اللي درناه، يعني الماء. وهنايا نخليوها ترتاح شويه قبل ما نبداو نخدموا بها، حوالي 4 ساعة قبل ما نبداو نقليوها ولا نقليوهم. اذا نقصتكم الفارينه ولا لقيتوها بلي جاريه شويه، زيدوا لها شويه تاع الفارينه. فوالا، فوالا، نسخنوا الزيت تاعنا مليح مليح. لازم الزيت تاعنا تكون مليح سخونه مليح، وتكون عندنا الزيت يعني كميه مليحه، ما تكونش قليله. و فوالا، العجينه تاعنا بعد ما ارتاحت راح نديروا فوقها شويه تاع الزيت هكا باش تساعدنا في الخدمه، لانه راح نحطوهم تلقائيا في المقلاة ديريكت، يعني كيفاش نقولوا مانيوال، يعني ما راناش رايحين نشكلوهم باي شكل هكا برك غير بيدينا. فوالا، هكا نديروهم دوائر صغار، ما نخشنوش القطع هكا باش ما تجيناش لداخل معمره عجين. تجينا من الداخل يعني نافخه منفوخه شويه، وتجينا طريه طايبه. وانتخ طون من برا تجينا مقرمشه، يعني تجي صح مقرمشه. فوالا، الزيت تاعنا كيما قلنا راهي سخونه، رانا شاعلينها قريب قويه، يعني ماشي قويه بزاف، قريب قويه. فوالا، نعسهم هكا يتحمروا، نبقى نقلب فيهم حتى وين تحصل على لون يكون حمر، حتى تحمر لي مليح. فوالا، هنايا بعد ما طيبتهم راح نرافقهم بمعجون الفراوله، وراح ندير فوقهم شوكولا بزاف بنان كيما قلت لكم، حاجه خفيفه تاع ليه يعني اذا حرتي كاش حاجه حبيتي ديريها تاع يعني بلو فيت، هذه حاجه بنينه وخفيفه، مكوناتها يعني ايكونوميك. فوالا، حطينا شويه تاع معجون الفراوله، وراح نديرو فوقها الشوكولاته.
نرش عليهم سكر ناعم، وهذه هي النتيجه النهائيه تاعنا. جاو هايلين ومقرمشين، حاجه خفيفه تاع ليه. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ونتلاقاو في وصفه واحده اخرى في قناتكم روجينا كوك. مع السلامه.